هي إياح حطب؟ هي زوجة البطل وأم البطل. السلام عليكم، وعاشت انا نرمين. محاربة. لايك واشتراك لو عجبك الفيديو، ولو عايز موضوع تاني يا ريت تكتب لي في الكومنتات وتسيب لنا ملكة رايك. إياح حطب أو أعاح حطب ولدت في نهاية الأسرة 17. كانت بنت تيتي شيري وسخنة رع. اتجوزت أخوها اللي هو سيفن رع، وده كان بالنسبة للملوك الدولة المصرية يعني عادي. هي حكمت 30 سنة من 1580 ل 1550 قبل الميلاد. كانت العاصمة طيبة، والديانة كانت الديانة الأتونية بالنسبة للإله أتون. كان من أشهر أولادها كاموس وأحمس. تكريما لذكرى الملكة المحاربة، الملك أحمس اللي هو ابنها عمل لها لوحة جدارية في كرنك عن أمجادها. بتحكي عن إيه؟ بتحكي عن دفاع عن عاصمة طيبة ضد الهكسوس بعد موت جوزها وابنها كاموس. وقامت بعد كده بمدح الجنود وان هو تشجيعهم على القتال ضد الاستعمار. اهتمت بإدارة شؤون مصر الداخلية وحشد الجيوش وحماية البلاد. غير كمان كان ليها ألقاب. ايه هي بقى ألقابها؟ ألقابها أم الملك، وده كان موجود على التابوت في وجه البحري. وكان برضو سيدة جزر البحر المتوسط وسيدة المصريين. مين هما الهكسوس؟ الهكسوس هما جماعة رعاع جيوا من شرق آسيا عن طريق البحر الأحمر. المعبر بتاعه عند سينا كده حاليا. هما كان ما بيشكلوا خطر على الدولة، ولكن بعد كده شكلوا خطر لأن زادت قوتهم ونفوذهم وزاد عددهم. المتطورة زي العجلة الحربية والخنجر المحني والمقوس والرماح اللي هي المسافة أعلى. بدأ الاحتلال ازاي الهكسوس لمصر؟ ان هم بقوا يقتلوا الناس، بقى ان هم النساء والأطفال بقوا سبايا، ان هم بقوا يحرقوا المعابد وبيفرضوا الضرائب. دور إياح حطب في المعركة ضد الهكسوس: شجعت الجنود وشجعت زوجها اللي هو سيفن رع في ان هو يخش المعركة وان هو يقاتل بشجاعة. وكان الذريعة عشان يعني يجر شكله في ايه؟ في ان هو بيقول له اصل افراس النهر صوتها مزعج اللي هي في نهر النيل. كانت إياح حطب كانت بتشجع زوجها سيفن رع على الدخول في المعركة هو وجنوده، ولكن هما كانوا اقوى بالنسبة للأسلحة كان عددهم اكتر. فده يعني حاربوا حتى، يعني هو حارب حتى الموت سيفن رع، وخد تلات خبطات في الجمجمة. اخترقوا الجمجمة بتاعته، فكان بينزف. لو تلاحظوا على الجثمان بتاعه هتلاقوا ان هو كان بيعض لسانه من كتر الألم. حطب كان صعب عليها، بس هي ما استسلمتش وكانت قوية، وخلت الجنود ان هم يتشجعوا، وحاولت انها تدير البلاد وانها تشيل الخلافات اللي ما بين المجتمعات الداخلية عشان الجنود يتشجعوا ان هم يحاربوا. وبعد كده دخلت ابنها كاموس اللي هو لم يبلغ 20 عام، دخلته في المعركة وان هو يحارب ضد الاحتلال. عثر على لوحتين فيهم انتصارات كاموس على الهكسوس وفي ابو فيس في الكرنك، ولكن هو صار مصير ابوه ومات زيه في المعركة في الجهاد في سبيل الوطن. استلمت الحكم إياح حطب كوصية على أحمس لأنه ما بلغش السن اللي يمسك فيه الحكم. بعد ما بلغ السن دوت اتعلم واتدرب، وان هي قالت له لازم ان انت تجاهد في سبيل الوطن، وانتصر عليهم وطردهم لحد اورشليم. انتصر احمس بالعجلات الحربية وكتب الكلام ده على الجدران وعلى البرديات. 35 ميلادية في جبانة زراع أبو النجا في البر الغربي بالأقصر. تابوتها كان مليء بالتمائم والتعاويذ، ورغم كل دوت اتسرق برضو، يعني هو ما حوقش فيهم. بالنسبة للصندوق، في صندوق برضو المجوهرات، وكان في 3 اسورة ذهب من الملك أحمس ابنها. كان في تميمة جعران، وكان في أساس، وكان في بجانبها
الجثمان بتاعها بلطة حربية من الذهب، وفي خنجر من الذهب. ده يدل على انها كانت ملكة محاربة عظيمة. والى هنا انتهت حلقتنا. يا ريت تسيبولي تحت في الكومنتات رأيكم، وحابين نتكلم عن ايه المرة الجاية. اختراق البلطة للجمجمة بتاعته 3 خبطات حتى النزيف، حتى الموت. ده بالنسبة لموت سيف النراع. تقدر تشوف الكلام دوت في الجثمان بتاعه.